السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أكلات تيتا فوفا. النهاردة هوريكم طريقة تنبيت الفول. لما باجي أنبت الفول بنقع الفول، بجيب الفول وانقيه، ده ربع كيلو فول منقياه، وبنقعه في مية باردة من الحنفية لمدة 24 ساعة، يعني يوم كامل بليلة. وتاني يوم بصفي الفول من المية وبحطه في مصفى بالطريقة دي كده. احطه في مصفى بالطريقه دي كده، اصفيه من الميه احطه في مصفى. اهم حاجه بقى ان انا لما احطه في المصفى احط تحته حاجه تكون عميقه، حاجه عميقه اهي. ليه؟ عشان الميه لما تنزل من الفول ما تلمس المصفى فتخلي الفول يرجع تاني يعفن. وهسيب وهغطيه بعد ما اصفيه، اغطيه واسيبه يومين كاملين، ومن وقت للتالي ارش عليه رشه ميه بسيطه كده واغطيه تاني. في خلال يومين بالظبط هلاقي الفول بقى بالشكل ده كده، هلاقي الفول زرع بالطريقه دي كده. التزريعه بتاعته لما توصل لكده يبقى كده الفول النابت بتاعي اتنبت. وبعد كده في فيديو تاني هوريكم ازاي نطبخ الفول النابت. اتمنى ان انت تجربي الطريقه دي، طريقه سهله احسن ما تشتري الفول من بره ما بيبقاش نظيف. ده احنا منقيينه وعارفين هو ايه، ومنقيينه بالوحده وغسلينه. اتمنى ان انت تجربي الطريقه دي، هتعجبك وهتاكلي انضف فول واحسن شوربه فول نابت.